حبيبي. طبعا احنا كده ايه الشعريه بترد اهي، واللبن اهو. انا معايا ورقتين ايه مجوز يعني فانيليا، هفضي واحده على الشعريه بقى كده، يعني ورقتين اهو. بسم الله ما شاء الله. اهي عسل، 3 اكياس شعريه، 6 لتر ميه، كوبايه او نص كوبايه سكر زي ما انت عاوزه، اعدليها. غير المهلبيه، اعمل حساب المهلبيه. عندك ميه بتاع زيت ميه ورد حطي، ما عندكيش بس انا ايه كان عندي خلصت، حطيت ورقتين الريحه اهون كده بقى. ما شاء الله الحاجات بتاعتنا جاهزه، اقدر الشعريه بتاعتنا جاهزه، وبرده سايباها على النار اهي. هدي عليها واسيبها، لا اله الا الله، هدي عليها واسيبها واشتغل في المهلبيه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا حبيبي، عشان احنا عايزين نعمل بقى حاجه النهارده كده ايه حلوه. حطيت معلقه زبده، حطيت ريحه من السمسم، كم حبايه كده. معايا 3 اكياس شعريه، معايا السكر، زبيب، جوز الهند، الروايح هناك اهي، معايا اللبن، ومعايا النشا. هنخليه نعمل حبه شعريه، نعمل صينيه شعريه بالمهلبيه. يلا يا حبايبي، بنحمر الشعريه، نحمر الشعريه حلو، نحط لها اللعد بتاعها ونسيبها تستوي، وتبقى لازم تبقى مرخيه. وتعملي بقى الصينيه، تعملها في الصينيه وتسيبها تبرد، ما تحطش لا كده ولا كده. يلا مع بعض. انا قلت كده في وسط الشغل لما اعمل اي حاجه تحليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدك بقى دنك مع الشعريه لحد ما تتحمر كلها، تبقى لون واحد. وبعدين نحط عليها ايه ميه، ونسيبها بقى. ما دي ملهاش قعد، هتقولي تحط لها كم كوبايه او كم لتر او كده، لا، لازم تاخد لحد ما تستوي عشان ما تبقاش ناشفه، تستوي وتاخد اعداد وتبقى مرتاحه. لا تعجنيها ولا تخليها مفلفله قوي. دلوقتي كده حط عليها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اول ازازه وبعدين نشوف هنعمل ايه. بالتاكيد هتاخد كمان يعني. بسم الله ما شاء الله كده عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي وشك بعيد وانت بتحط الميه. دي ازازه خلصت، تعرفين هتاخد كمان التاني عشان نغطي عليها، ما عادش كل شويه ازود. ممكن تاخد كمان، خلي بالك يعني. دول 3 اكياس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي النار. يلا بقى نحط التانية اهي. عشان كنت مشغل غسالة بقى، اروح انشر الهدوم واجي اعمل حبة المهلبية، وهتغلي بقى وهدي عليها. ساعة ما تغلي تهدي عليها عشان ما تفرش وتتردد وتستوي حلو. وبعدين ايه اعمل المهلبية. ما تعملش المهلبية الا ساعتها عشان ايه، وما تخليش المهلبية بتاعتك بتبقى ناشفة، تبقى حلوة يعني، متبقاش عشان متبقاش ماسكة اهي. هتاخد كمان ميه، خلي بالكم انا حاططها ايه ازازتين اهو. يلا بس احنا عايزينها ايه لما تستوي كده نشوفها مع بعض، احنا مع بعض. حبايبي والله انا رحت عند الغساله، طلعت اللي فيها وحطيت غيرها،
ولسه اول مره ابص عليها اهي، شايفين؟ ومليت طبعا انت عارفين فضات ازازتين، ومليت التالتة اهي، نشوف هناخد منها قد ايه. وادي اهي اول لسه مره اشوفها والله. وبعدين ما غطيتش عليه عشان ما تفرش، غطا جنبي اهو بس ما غطيتش عليه عشان ما تفرش. ان شاء الله كده هتعوز تاني، ان شاء الله ان شاء الله هتعوز تاني. كده انت تقدري تعرفي الكيس الشعريه بياخد ماء قد ايه، بس ما تحدديش من قبل ما تستوي، ماشي؟ طالما الحبايه لسه ما انا حطيتها 4 لتر، ستين من دي يعني، ولسه اهي شايفين حبايه الشعريه زي ما هي. ادي الازازه بتاعتنا مليانه اهي. ايه رايكم؟ انا هفضها كلها. يبقى كده 3 اكياس شعريه خدوا 6 لتر ميه، عشان كده ما عادش هتتزود وتستوي براحتها. وانا بقى اشوف ايه هعمل ايه، ان شاء الله هتبقى حلوه. كده تقدري تقولي ان الكيس الشعري 2 لتر ميه. والله دي 3 ازازه. طبعا لسه ما عملناش المهلبيه، ومعانا جوزة الهند ومعانا الزبيب، معانا كل حاجه كده. ان شاء الله ان شاء الله ما عادش هتاخد ميه، هتستوي بايه باللي فيها كده. اهم حاجه ما تقعدش تزودي كل شويه كده، تعتبر لسه على الحلقه. لسه ده خد غلوتين طبعا، دي ماهيش، دي ما تقطعش. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه حتى ما تغطى عليها لسه زي ما هي، يعني تعتبر لسه زي ما هي. احنا كده بقى حطينا ايه 3 اكياس شعريه، حمرتهم وحطيت لهم الاول، حطيت ازازتين ميه 4 لتر، واحده 2 من دي. ورحت بعد ما غليت وبدات اهي، بدات غلوتين 3 كده، رحت مديلها كمان ازازه. بعد ما تحطي الاتنين الاولانيين تعرفي هي بتاخد ميه قد ايه. كده ما عادش هتاخد ميه ان شاء الله يعني. ما تغلي بقى ههدي عليها واسيبها عشان نبدا نشوف ورانا ايه. الشعريه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. شايفين كده بقى تعرف انها مش هتاخد، ما عادش تاخد ميه اهي. طول ما الميه لسه بعد ما حطيت الازازه التالتة دي وهي قبل ما تغلي، الشعريه شربت من الميه ماشي. وعملت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهي. كده بقى هتبقى ما عادش احط لها ان شاء الله كلها الحله. بسم الله ما شاء الله اتملت اهي. وطالما لسه فيه ساعه ما تغلي وتستوي كده تاخد لها غلوتين 3، اروح مهديه عليها واسيبها تتردد زي الرز بالظبط. هدي عليها بسيط واسيبها تتردد. اهم حاجه ما تحطش عليها الغطا، اصل كل الزيت دي كلها تفرح على الارض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الشعريه عامله ازاي؟ عسل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كده بقى اهي. كده يبقى انت تقدري تعرفي عيار ال3 اكياس 6 لتر ميه، 3 ازايز من اللي هي 2 لتر كده. بسم الله ما شاء الله. مش هتاخد حاجه خالص طبعا. لحد دلوقتي احنا ما حطيتش فيها ولا حبايه سكر، ماشي؟ انا هعمل مهلبيه اهي. ادي الشعريه، ادي الشعريه اهي. وطبعا ههدج عليها كمان شويه كده. بدات اعمل مهلبيه ولقيت عليها بس ايه نار هاديه. احط السكر اهو ماشي. كده هنعمل ايه. انا والله من زمان ما اكلتش اهو. انا حطيت الكيس كله ليه؟ عاوزه برضه تبقى ايه حلوه. فضيت الكيس كلها ماشي. انا عامله دايت بقالي شويه كده 10 ايام ولا حاجه، وما باكلش سكريات ولا حاجه خالص، ولا حتى احط سكر على اي حاجه ماشي. طب انا السنه النهارده فكرت بقى ان انا ايه عايزه اكل حاجه معسله، فقلت اما اعمل شويه شعريه بالمهلبيه بنحبها يعني. هجيبها احط كوبايه سكر على الشعريه بتستوي كده، مش هكتر عشان انتوا عارفين المهلبيه مسكره، بس حاجه زي قعد كده. وبعدين هي دي بالذات ان كانت دلع ما بقاش لها ايه ريحه الطعم كده. بسم الله ما شاء الله اهي.
نص كوبايه سكر بس اللي حطيت عليه، زي القيع بدل ما تحطي عدها ملح حطيت عدها سكر. نص كوب حطيت كيس السكر، معايا النشا ومعايا الزبيب بجوز الهند. يلا شوف احنا نعمل ايه بقى. حطيت الطبقة اهي، اهي حطيت طبقة شعرية الحلويات. وبعدين الحلويات انا مخليها ايه، مش مخليها عشان الواحد لما يجي يقطع منها كده وياكل ما تبقاش الحلويات ايه مكلكعه كده. ماشي اهي، شايفين عامله ازاي اهي، مش مخليها تربط قوي. الشعريه مع الحلويات ما تبقاش ايه، تبقى تحس ان الواحد بيقطع ان هي طريه كده، فرحه طربه كده. يلا يا حبايبي، رش بقى جوز الهند والزبيب، وبعدين لسه عندنا بقيه الشعريه. طبعا جوز الهند ناعمه، ولو انت عايز تسيبها كده براحتك سيبيه، مش عايز تحط عليها شعريه اعملوها تاني. انا عندي ممكن اعمل صينيه تانية على فكره يعني. بس الحشوه دي لما تيجي تقطع الشعريه كده بتبقى جميله، بس انا مستنيه اما تشد شويه.